الفرحة والانتصار جميل، شيء بيدخل لينا كلنا طاقة إيجابية في الصباح، والفقرة دي هتبقى كلها طاقة إيجابية لأن احنا معانا النهاردة ومع حضراتكم نجوم فريق سبورتنج بدوري المرتبط لكرة السلة اللي نجحوا هذا الموسم في الحصول ويتوجوا بهذه البطولة الغالية. معانا ومع حضراتكم دلوقتي كابتن محمد محروس المدير الفني لفريق سبورتنج لكرة السلة سيدات. أهلا بحضرتك كابتن، مشرفنا ومنورنا. أهلا وسهلا بحضرتك. معانا كمان يعني إحدى بطلات هذا الفريق كابتن ريم هشام لاعبة فريق سبورتنج لكرة السلة. أهلا بيك يا ريم، مشرفانا ومنورانا ومبروك هذا الإنجاز. أهلا بيك يا حضرتك. ريم وكابتن محمد، انجاز كبير جدا لكره السله والسيدات. طبعا قبل ما هبدا في الحديث معاكم انا بشكركم شكرا جزيلا، انتوا جايين لنا خصيصا من اسكندريه والجو بدا يبقى برد. اخبار اسكندريه ايه الاول في الطقس؟ احنا هنا القاهره بقى برد، احنا برد اكثر بروده اكيد، برد ومطر كمان، او فيها مطر كمان. يعني بجد كل الشكر ليكم اللي انتم مشرفينا، وده اكيد اضافه لينا ولكل متابعينا. لكن احنا كنا فعلا وزميلنا رئيس التحرير محمد ابو عوف بيبحث دايما عن من يستحق الجلوس في هذا المنبر وفي هذه الكراسي، لان انتوا بذلتوا مجهود ومع بذل هذا المجهود حصلتوا على البطوله. نبدا مع مين؟ ليديز فيرست ولا الكابتن ولا ايه بقى؟ ما تحيروناش. حضرتك عايزاه احنا تحت. طيب هبدا مع حضرتك كابتن محمد، استاذنك طبعا يا ريم. وهذا الانجاز اكيد ما جاش من فراغ، كلمني عن هذا الانجاز لحتى وصلتوا للمباراه النهائيه مع النادي الاهلي. والله هو دوري المرتبط هو اول بطوله بتتلعب في الموسم، فهو بالنسبه لنا بيبقى حاجه مهمه جدا طبعا، وبيبقى من فتره الاعداد احنا بنبقى مركزين جدا على اول بطوله اللي هي دوري المرتبط. تمام. سواء احنا كجهاز فني او كلاعبات او كاداره النادي. طبعا اداره النادي يعني كانت معانا في التحضير وتهيئه الفريق بشكله الجديد، سواء كان بالتدعيم الفريق بصفقات جديده او بالمحترفه اللي احنا طلبناها عشان تكون موجوده معانا. وبدانا فتره الاعداد بشكل الفريق الجديد زي ما بقول لحضرتك كده، وكان هدفنا ان احنا نوصل نهائي، وفي النهائي بقى بيبقى دايما سبورتنج مع الاهلي ده يعني نهائي كلاسيكي. نهائي كلاسيكي منتظر على طول في كل البطولات. فالحمد لله خدناها خطوه خطوه كده من اول الدوري، الدور التمهيدي طبعا ما خسرناش الحمد لله ولا ماتش، ووصلنا دور الثمانيه. وبعدين قبل النهائي كان قدام فريق نادي الجزيره، كان فريق قوي طبعا جدا. كان ماتشات صعبه ما كانتش سهله. احنا الفريق الكبير بيلعب والفريق الصغير كمان بيتحسب نتائج الفرقتين مع بعض. دي بقى نقطه هرجع تاني لحضرتك واتكلم فيها، لان ممكن انها تضيف وممكن ان هي تضر، وعايزه اعرف راي حضرتك فيها. بس بعد ما اروح لريم. ريم عايزه اتعرف عليكي اكتر ونعرف المشاهدين، لان عرفت قصه جميله كده بس خليها هي اللي تقولها لحضراتكم. اتفضلي يا ريم، بداتي ازاي وبداتي امتى وما كنتيش بتمارسي اصلا سله؟ انا كنت بلعب جمباز. يعني انا اول ما بدات الرياضه عامه بدات جمباز وسباحه. بابايا عامه بيحب الرياضه جدا، فكان بالنسبه له اللي هو احنا اهم حاجه عندنا في البيت الرياضه. فلما بدات جمباز ويعني ركزنا قوي في الجمباز، لما لعبت باسكت ركزنا قوي في الباسكت. ايه اللي خلاكي تعملي الشيفتنج ده والنقله من الجمباز للباسكت، برغم انت كنتي متفوقه في الجمباز وقلتي لي حصلتي على ميداليات وكنت يعني ماشيه بطريقه جيده جدا، ليه عملتي النقله دي؟ بابا اصلا كان بيلعب باسكت وكان مدرب بقى في ساعتها، يعني ساعتها كان مدرب باسكت. انا مستغربه ان هو خلاني العب جمباز اصلا. بالظبط، ما لعبتيش من الاول ليه باسكت؟ وجهه نظر بتبقى متهيألي هو كان بالنسبه له جمباز بيأسس لأي رياضة بعد كده. يعني لو عاوزت بقى ألعب أي حاجة بعد كده زي ما أنا عايزة. وما أعتقدش إن هو كان هيفرض عليا إن أنا ألعب باسكت، لأن هو قعد مثلا يقول لي ها يلا نلعب باسكت وأنا أقول له لأ، يلا بقى نلعب باسكت وأنا أقول له لأ. فعلا قعدت مثلا 3 سنين أقول له لأ. لحد ما هو طب خلاص هجرب ماشي. بدأتي في السلة وتفوقتي فيها وكملتي. بدأتي مع فريق مين؟ في الشمس، نادي الشمس. نادي الشمس كانت البداية، وبعدين تنقلتي بقى؟ وبعد كده رحت أمريكا. فعلا لعبت سنتين. كانت منحه دراسيه ولا كنا يعني احنا كنا بننقل. فلعبت سنتين في الهاي سكول، وبعد كده جالي منحه العب في جامعه اسمها رايس يونيفرسيتي في هيوستن تكساس. فلعبت 4 سنين في الجامعه. خريجه ايه اصلا؟ هندسه. مش مهندسه يعني، جميله ما شاء الله عليك. اتفضلي. وبعد كده لعبت في يوروب 3 سنين. فعلا فين؟ لعبت في التشيك ريبوبليك سنتين، ولعبت في بورتوغال سنه.
وبس. فكده جيت مصر. طب ده انت مشوار حافل ما شاء الله، يعني معانا نجمه كبيره جدا كمان، تاريخ وبطولات واحتراف وسفر للخارج وبعثات ومتفوقه كمان دراسيا. طب الناحيه بقى دايما الناس تقول الناجح قوي قوي تلاقيه في الناحيه الخاصه بتاعته واسرتك، طمنينا بقى كل ده خدك من الحياه الخاصه ولا برضو يعني ايه قصه؟ احكي لنا كده. بصي هو بياخد كابتن طبعا، بيضحك، خلي بالك كابتن من تحت لتحت كده عايز يعرف. يلا اتفضلي. هو طبعا بياخد، يعني الواحد لما بيبقى عايز يركز في حاجه وعايز ينجح فيها لازم هياخد من وقت حاجات تانية، فصعب جدا ان الواحد يدي لكل حاجه نفس الاهتمام او نفس التركيز. بس كده كده ربنا لما بيريد حاجه بتحصل. انت متزوجه او مرتبطه؟ الحمد لله متزوجه. الحمد لله. تمام. وبتلعبي في سبورتنج، انت اصلا من القاهره. طب انت عامله ايه بقى في القصه دي يعني، ومعسكرات وبتاع وزوجك بقى؟ هو يعني الحمد لله هو متفهم جدا. اكيد رياضي. كان رياضي، كان رياضي. باسكت برضه. طيب هاي. فلا هو اصلا يعني بجد اكتر حد بيشجعني دلوقتي يعني جميل. كان اهلي، دلوقتي هو في ظهري دايما، ومثلا لما يحضر معاكي المباريات كلها فعلا. بيسيب يعني شغله بقى وبيجي لك مخصوص اسكندريه؟ ممكن يجي اسكندريه مخصوص عشان يتابع ماتشات. فيعني ربنا يخليه لي الصراحه، يعني مش يعني تحيه ليه طبعا وتحيه لاسرتك كلها. اي يعني شخص بيدعم الرياضيين فاكيد بيكون ليه فضل، مش بس الرياضي، لان نجاح الرياضي ما بياتيش من فراغ، هي مجموعه من العناصر والمقومات بتحيط بيه، لو اتوفرت له هو بينجح اكيد في الناحيه الرياضيه كمان. فكل التحيه لزوجك اكيد يا ريم. هرجع مع حضرتك كابتن محمد، وقلنا كنت بسال حضرتك قبل ما اروح لريم على الارتباط ما بين الدوري المرتبط. الصوره جميله اهي. طب ما اقدرش بقى افوت الصوره دي، الصوره الجميله دي يعني ما نقدرش نفوتها ابدا يا كابتن. شكرا ليك يا ضياء، شكرا لاحمد، شكرا لمحمد. ادي نقول ايه بقى، نعمل شعار كده او الصوره دي نحط نقول ايه؟ نقول عليها ايه؟ كاس حبنا بقى ولا نقول ولا نطلق عليها ايه يعني شعار هذه الصوره؟ جميله جدا، ربنا يوفقكم ان شاء الله حبيبتي على طول. ربنا يخلي حضرتك. كابتن محمد، كنا بنتكلم على الدوري المرتبط والارتباط ما بين الفريقين الكبار والاقل منهم، وده ممكن يكون له تاثير سلبي وايجابي، راي حضرتك ايه؟ وهل دي تجربه ناجحه ولا ايه القصه؟ هي اكيد تجربه طبعا مفيده وناجحه، بدليل ان هي يعني اتحاد كره السله بيكررها كل سنه، وهي مستمره معانا بقالنا فتره كبيره، وبتحقق المطلوب منها. ان انت كمدرب لما بتبقى فريقك فايز وخايف انه ممكن ان مجهودك يضيع لانه مرتبط بفريق تاني، ده ممكن يوتر حضرتك؟ بس يعني اللوائح عامله ايه؟ عامله ان الفرقه الكبيره ما تتاثرش، يعني انا لو بكسب طب هاي مش الفريق الصغير المرتبط ما ياثرش عليه بالظبط كده. بالظبط بتاثر بحاجه بسيطه، لكن طول ما الفرقه الكبيره بتكسب طول ما انت بتاخدي البطوله، زي ما حصل معانا. يعني احنا بعد ما كسبنا الجزيره في قبل النهائي صحيح. كبار وصغيرين، لعبنا الاهلي خسرنا ماتشين صغيرين بس كسبنا ماتشين كبار. كسبتوا في الكبار فانتوا اللي تفوقتوا، يعني الكبير ليه الافضليه عن الصغير، بيبقوا التانيين بس مجرد ليهم نسبه الاصغر منكم معينه او بدرجات معينه. انتوا لعبتوا مع الجزيره قبل النهائي والاهلي في النهائي، وقبل المشوار بقى لما ناخده كده المشوار بقى انا قلت لحضرتك بدانا بالدور التمهيدي، خدنا كسبنا كل ماتشاتنا، بعدين رحنا دور ال16 كسبنا، دور الثمانيه برضو كان ماتش يعني يعتبر مش ضعيف طبعا، ماتش قوي برضو الحمد لله عدينا فيه، كان تقريبا مصر التأمين، كان ماتش كويس. عدينا ورحنا للجزيره برضو يعتبر من الماتشات الجامده جدا، يمكن الجزيره كان منافس شرس لينا السنه اللي فاتت، فقدرنا ان احنا نتغلب عليه برضو في ماتشين، وحتى الاولاد الصغيرين برضو قدروا يكسبوا، يعني احنا على الجزيره 4-0 تقريبا، ووصلنا تأهلنا للمباراه النهائيه كانت ضد طبعا النادي الاهلي، قدرنا ان احنا نكسب الماتشين الكبار، والصغيرين للاسف ما توفقوش. الماتش معانا طبعا اهو اخذنا البطوله بالظبط. تعليق حضرتك على اللقطات اللي معانا فيها دي برضو اسمع من حضرتك. والله بصي، هو الماتش الاول كان يعني كان الفرقه بصراحه كانت في فورمه عاليه جدا، وقدرنا ان احنا نعمل يعني كان في هارموني كويس قوي، وقدرنا ان احنا نأدي مباراه رائعه، يعني تفوقنا من اول دقيقه في الماتش الاول لغايه اخر دقيقه، كنا مرتاحين جدا وكسبنا بفرق، وده مش عادي يعني بين الاهلي وسبورتنج، فكان موفقين. الماتش الثاني كان اصعب شويه، كان شويه ظروف، وطبعا التنشن بتاع البطوله بتاع النهائي بيبقى البنات كمان بالتحديد بيتاثروا جدا بيه، فكان يعني كان صعب شويه علينا،
لكن مشينا فيه لغايه الكوارتر الثالث، كنا مهزومين حتى الكوارتر الثالث يمكن فرق 7 نقاط للاهلي. قدرنا بقى ان احنا تركيزنا وتعبنا ومجهودنا طول الفتره اللي فاتت دي ان احنا نركزه في الشوط الرابع، وقدرنا ان احنا نعمل كامباك. يعني الشوط الرابع كان ريمونتادا ليكوا وقدرتوا من خلاله اللي انتوا تغيروا المباراه. دي امر مش سهل ابدا يا كابتن. لا خالص طبعا. اللي انتوا بعد ما تكونوا ال3 فترات انتوا متراجعين وتيجي الفتره الرابعه تغيروا مجريات المباراه دي كلها، لا بتعمل صدمه للطرف الاخر، وطبعا تفوق ليكوا اكيد. بس ده يعني برضو عايزه يعني احلله فنيا مع حضرتك، خلينا نتكلم عليه فنيا ازاي ده حصل. والله هو انا دايما اقول لحضرتك ايه، الماتش بتاع الاهلي وسبورتنج قريب جدا جدا في المستوى. تمام. الفريق اللي بيبقى موفق هو اللي بيكسب. فهي احنا يمكن كان التوفيق كان معانا في الشوط الرابع، جنب ان احنا يعني مركزين جدا على الحته دي، ان انا متابع مع البنات. ما يأستش بعد الفترات دي؟ ما يأستش شويه ان ممكن خلاص المباراه كده ما يأستش؟ يعني حد سر هقول سر هفتن عليهم، ان احنا حتى لما بنيجي نلعب تقسيمه ودي في التمرين بيتخانقوا مع بعض، يبقى لا عايزين نكسب مش عايزين الموضوع فعلا. عندهم روح لغايه اخر ثانيه. بقول لحضرتك في التمرين لغايه اخر ثانيه. ما هي سله لعب في الثواني الاخيره، وبيعترضوا على التحكيم وبيعترضوا على كل حاجه. لا عندنا مشكله. شوف بقى الكابتن هيقول كل اسراركم. فيمكن الحته دي انا بفضل اقول لهم احنا في التمرين، لكن دي اللي وصلتنا ان احنا بنلعب نهائي الكوارتر الرابع. لا احنا بنقاتل صحيح وبنحارب على ان احنا نكسب، وقدرنا الحمد لله نحقق الفوز الحمد لله. صحيح. ريم، المباراه اللي شغاله قدامنا دي دلوقتي عايزه يعني تعليق منك برضو عليها، وتقولي لي كانت اصعب لحظات ايه؟ انا لو هقول اصعب لحظات هقول وقت التمرين. فعلا وقت يعني بقى التمرين لما اصعب كنا من المباراه. يعني بالنسبه لنا خلاص انت بتنزل الماتش يعني بيبقى خلاص انت كل اللي انت بقى قعدت تعمله الفتره اللي فاتت دي هتديه في الوقت ده. صحيح. ما فيش حاجه يعني اللي هو عارفه اللي بيذاكر ليله الامتحان ده. أيوة. ما خلاص انا ذاكرت وعملت اللي عليا. بالظبط. صحيح. فاحنا هي كان بالنسبه لنا موضوع ممتع جدا اكتر مما هو ستريسفul او كده، لان ما كانش فيه الضغوط الجامده عليكم فيها. خلاص انت حاسه ان انت يعني خلاص زي ما انت قلتي بمتحن، انا عملت اللي عليا وليه زي ما يجي بقى. بالظبط. واحنا اصلا يعني حضرتك لو شفتي روحنا كانت عامله ازاي قبل الماتش، يعني تقولي مستحيل الفرقه دي تخسر الصراحه يعني. فحتى لما كنا خسرانين، حتى لما الدنيا كانت بتأزم، لا كلنا واثقين ان احنا هنرجع وهنعمل يعني هنكسب ان شاء الله. انتوا كان فارق 6 نقاط بينكم، المباراه خلصت 6. احنا فوزنا 81 75. ودي نتيجه برضو زي ما قلت لك الريمونتادا اللي حصلت دي يعني بصراحه تحسب للمدير الفني طبعا، وتحسب ليكم انتوا كمان كروح اللي انتوا ما يأستوش زي ما قلتي خلاص انا عملت اللي عليا فببذل لاخر ثانيه من المباراه. ويعني ربنا بقى التوفيق سبحانه وتعالى من عند ربنا، يعني ده اللي مطلوب. طيب برضو كابتن محمد عايزه اعرف من حضرتك مجلس الاداره، اكيد النجاح ده ما جاش من فراغ. مجلس الاداره برئاسه الدكتور احمد حسن والدور اللي قام بيه مع الفريق، خلينا نتكلم اكتر. والله دي برضه نقطه مهمه جدا انا بشكر حضرتك عليها، ان الواحد بيبقى يعني لازم نقول ان مجلس الاداره بتاعنا مفيش كلام، دعمنا بشكل يعني هايل. ان هم احنا السنه اللي فاتت يمكن ما حققناش النتيجه المطلوبه، وعلى الرغم من كده احنا ما فرطناش ولا لعيب في الفرقه. الجهاز الفني بتاعنا هم جددوا الثقه ليا ان انا كمدير فني اكمل. مش زي انديه تانية كتير احنا مثلا ما حققناش هدف السنه اللي فاتت فغير المدير الفني، لا بالعكس هم كان عندهم ثقه، والحمد لله الواحد كان يعني اخذ المسؤوليه دي بشكل جدي. طبعا مجلس الاداره برئاسه استاذ احمد حسن طبعا ما تاخروش علينا في اي حاجه. طبعا باشمهندس ممدوح حسني، استاذ عمرو رجب، كلهم، استاذ عمرو فتحي، كلهم ما شاء الله يعني واقفين معانا في كل لحظه، سواء قبل فتره الاعداد او عايز اقول لحضرتك لغايه الفندق. يعني الرئيس كان معانا في الفندق يوم المباراه. فعلا ده حقيقي والله ده حصل. فهم ما قصروش معانا في اي حاجه. يعني زي ما قلت لحضرتك دعمونا ب3 صفقات مهمين جدا، سواء كانت نور علي طلعت، دي صفقه طبعا اضافه كبيره جدا للفرقه، او آية الفقي صفقه ممتازه واضافه كبيره جدا للفرقه. ولسه كمان في كابتن هالة الشعراوي برضو ان شاء الله هتكون يعني ان شاء الله اضافه برضو هايله. دعمونا بمحترفه اللي اخترناها، وكان عندهم يعني اختار اللي انت عايزه احنا فعلا يعني سايبين لك كمان حضرتك الاختيار مفتوح. ده حقيقه. وطبعا مش بس مجلس اداره، احنا عندنا يمكن لجنه كره السله برضو
برئاسه المستشار محمد محرم سابقا ودكتور اسامه زيان حاليا. طبعا عايز اقول لحضرتك معانا في كل وقت وفي كل ثانيه، هم متابعينا وصلنا لايه، ايه المشاكل اللي قدامك، هنحل المشاكل دي ازاي، عايزين بطوله. كل الناس في نادي ما كانش في تقصير مادي، ما كانش في مشاكل ماديه بتواجهوها، يعني بالعكس. اسباب النجاح واضحه طبعا من كل حاجه، دعم مادي ومعنوي والمنظومه كلها، فاكيد ده نتيجته. طيب ريم، عايزه اعرف برضو او نوضح برضو للساده المشاهدين ونذكرهم ان سبورتنج على فكره كان هم ابطال افريقيا للسيدات في البطوله الاخيره، وريم موسى كانت هي افضل بلاي ميكر او صانعه العاب في هذه البطوله. هتفوت كده دي نفوتها كده عادي يعني؟ ينفع ما ينفعش؟ كلميني بقى عن اختيارك كافضل بلاي او افضل صانعه العاب في هذه البطوله. بصراحه انا فاكره اللحظه لان انا اتصدمت. اتصدمتي؟ ليه؟ ساعتها ما كنتش متخيلها خالص. يعني انا البطوله من يوم ما سافرنا، اكشلي من قبل ما نسافر، من يوم ما بدانا تاهيل السنه اللي فاتت، واحنا قاعدين نقول بطوله افريقيا بطوله افريقيا بطوله افريقيا بطوله افريقيا، كل تمرينه بطوله افريقيا، كل ما اعرفش ايه، اي حاجه بنعملها يا جماعه عشان بطوله افريقيا. فخلاص احنا كنا بنلعب بالفاينلز وكسبنا لا وسيمي فاينل كسبانين كتير، يعني خلاص يعني باين نادي سبورتنج ما فيش زيه في افريقيا. فخلاص انا بالنسبه لي احنا عملنا اللي احنا عايزينه. فالراجل جاي بيقول لي حطي المايك. ايه؟ ليه؟ عايز ايه؟ عايز مني ايه؟ مش فاهمه. ايوه انت خدتي كذا. نعم. انت ما كنتيش حاسه بنفسك اللي انت فعلا تستحقي؟ لا انت عشان ما بس تخيلتش. لا ما تخيل يعني اصلا في تقييمات طبعا ومعايير وما اختاروكيش ابدا من فراغ. المحترفه اللي كانت معانا برضو كانت بتلعب بلاي ميكر، وكانت ما شاء الله عليها، يعني هي شالت البطوله دي معانا بطريقه غير طبيعيه. فلا يعني كنت حاسه ان هي ممكن تستحق ان هي اللي تاخد اللقب. وكان في بوينت جاردز كتيره قوي ما شاء الله كويسين جدا ومحترفين، مش بس يعني مش لوكالز، يعني مثلا في كل فرقه كان معاها محترفه امريكانيه بوينت جارد. فانت اللي انت تدخلي منافسه وسط كل دول، هي تفوقت عليهم طبعا يعني. طبعا فما تخيلتش ده تواضع منك بس يا ريم، انت جميله ومتواضعه وحاسه ان الاخرين هم اللي يستحقوا، لكن اكيد انت تستحقي، هي ما فيهاش مجامله، في معايير وفي طرق معينه للاختيار الافضل، ودي انت اكيد يعني استوفيتي كل هذه الشروط. وعايزه اقول لحضراتكم سر بقى، انا اول ما ريم شفتها قلت لها انت في سنه كام؟ فقالت لي سنه كام؟ لا 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 ده انت ايه. فهي كمان ما شاء الله عليك، يبدو ان انت صغيره جدا، لكن هي متخرجه طبعا بقى لها فتره، فعندها خبرات كبيره جدا. فكل التوفيق وكل التحيه لريم، شرفتينا حبيبتي ونورتينا، دايما متفوقه، دايما متالقه، ومن نجاح لنجاح، ونشوفك تاني افضل كمان من الاول. الشرف كان ليا والله، اتبسطت جدا مع حضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، استاذن حضراتكم في فاصل. زي ما شرفتنا ريم، هتشرفنا برضو احدى نجمات نادي سبورتنج في السله كابتن نادين ريحان. ان شاء الله بعد الفاصل هتنضم معانا، وكابتن محمد هيكمل معانا اللقاء. مشاهدينا في كل مكان، رجعنا مع حضراتكم من جديد. انضمت لنا احدى نجمات سبورتنج للسله كابتن نادين ياسر. اهلا بيك يا نادين، مشرفانا ومنورانا ودايما متفوقه ودايما متالقه وجميله. ميرسي. كابتن محمد، ابدا مع نادين حضرتك بعد اذن حضرتك. المره دي بقى نقول ليديز فيرست، المره اللي فاتت بدانا وحضرتك. نادين، اولا انا سعيده انت جايه لنا من اسكندريه برضو، وخصيصا الحمد لله على السلامه، ويعني تكوني اضافه لينا باذن الله ولكل المشاهدين. قبل ما هبدا معاكي حباكي برضو نتعرف عليكي اكتر، ايه رايك؟ اكيد. انت قلتي لي خريجه انا علاج طبيعي. علاج طبيعي، هايل. دفعه 2021. هايل. وبس لسه يعني متخرجه حديثا. حلو. مجالك مرتبط برضه بالرياضه، يعني اكيد ده هيبقى فيه علاقه بعد كده ان شاء الله في المستقبل، وده شيء جميل. هل انت يعني كنت بتختاري المجال ده بالتحديد برضه علشان حبك للرياضه وعشقك لكره السله؟ هو طبعا دي حاجه، والحاجه الثانيه ان انا برضه بحب مجال الطب وكده. هايل. دكتوره جميله ورياضيه جميله وناجحه في كل حياتك ان شاء الله. انت من اسره رياضيه، اخوكي كمان عضو في سبورتنج برضو فريق الرجال. ايه القصه بقى، ايه قصه الاسره الرياضيه الجميله دي؟ لا هو يعني انا بابايا بيحب الرياضه قوي، يعني هو مقتنع ان هي حاجه مهمه جدا ان الواحد لازم يعملها، يعني لان هي بتكون طبعا شخصيه كويسه، بتخليك مركز في حياتك اكتر، بتبعدك عن حاجات وحشه يعني كتير، بتبعدك عن حاجات تشغلك في حياتك، تخليك تعرف تنظم وقتك كده يعني. بس
اكيد. هو انا واخويا بس اللي بنلعب باسكت في الاسره يعني. تمام. طيب بالنسبه ل يعني بداياتك في الباسكت، يعني كانت معانا ريم وقالت ان هي بدات في الجمباز لحد 12 سنه وكانت متفوقه، بس باباها عمل لها النقله دي. انت بداتي من الصغر في الباسكت ولا كنت بتمارسي رياضه لا، ثانيه؟ انا من اول حاجه بداتها هي باسكت خالص. يعني كان فكر من الصغر اللي انت كملي في الباسكت. وانت قد ايه بداتي الباسكت؟ يعني مش فاكره قوي، بس من وانا صغيره قوي قوي يعني. هايل. طيب كابتن محمد، زي ما بنتكلم مع نادين وزي ما اتكلمنا مع ريم، اكيد في نجمات اخريات لازم النهارده هنعطيهم هم كمان حقهم. تقولي النهارده عن كل نجمات الفريق؟ والله انا بقول ان انا يعني دايما اقول الحمد لله على ان انا يعني موجود وسط نجوم فريق سبورتنج. محظوظ يا كابتن بالمجموعه اللي مع حضرتك؟ حقيقي انا محظوظ بيهم طبعا، مفيش كلام. احنا يمكن انا بدات معاهم السنه اللي قبل اللي فاتت، اخذنا كل البطولات. معانا برضو النجومات نديهم حقهم بقى. كابتن هالة الشعراوي دي. طبعا. وجود جمال دي فرقه المرتبط دول الصغيرين بتوعنا. منار ايهاب طبعا نجمه الدرجه الاولى. ودي فرقه المرتبط كلها مع الكابتن منى اللي واقفه في وسط الاداري. ومنار ايهاب برضو تاني هي نجمه فرقتنا برضو. اوشي عائشه دي ما شاء الله نجمه فريق المرتبط مع اسرتها. وده مدرب عام فريق المرتبط معايا. كابتن مصطفى مدير فني المرتبط طبعا. ايوه لسه عارضين الصوره دي وحطينا الشعار. كابتن مصطفى فكري طبعا دوره سواء في فرقه المرتبط او معانا في الدرجه الاولى دور جميل طبعا. ده انا ومامتي دي نانا طبعا. دي نانا ومامتها ما شاء الله ما شاء الله. شوف فرحتهم اكيد بيكي كبيره قوي يعني. ودي نورهان احمد فؤاد برضه نجمه الدرجه الاولى عندنا. وده كل الفرقتين مع بعض. دي طبعا الجميله بتاعتنا اسرار ماجد ومامتها. دي فرقه الجزيره. الجزيره بنات الجزيره. دول بنات الجزيره. هاي الفرحه حلوه يا كابتن. كلهم يستحقوا بجد التحيه والتقدير. وبعدين ده مش اول مره، ده يعني انتوا بتعتادوا دايما على النجاحات. فريق سبورتنج مميز في كره السله البنات، معروف يعني طول عمرهم بطلات مميزات مصر من زمان. يعني بطولات المنظمه اتحاد السله واخد معظمها فريق سبورتنج يعني، سواء من زمان بالظبط. تمام. طب انا عايزه اتكلم مع حضرتك عن اللاعيبه المحترفه وكيفيه اختيار اللاعيبه المحترفه. وحضرتك عندك نجمات كبيره ولعبوا بره وسافروا امريكا ولعبوا عندهم هم كمان خبرات. فده بيصعب من مهمه حضرتك على اختيار الافضل كمان عشان تجيب حد بيكون مميز. بالظبط. الموضوع مش سهل خالص طبعا. الموضوع في منتهى الصعوبه ان انت تلاقي طبعا ديستني بيتس. دي الصوره اللي احنا شفناها مؤخرا. هي ديستني بيتس المحترفه اللي معانا السنه دي. وهي من امريكا هي ولا طبعا امريكيه. هي كانت موجوده في الدوري السنه اللي فاتت. فده يعني انا كنت متابعها وشايف مستواها مع نادي الجزيره. ولعبت ضدنا وعملت ماتشات كويسه قوي السنه اللي فاتت. فكان بالنسبه لي بدل ما اخد مخاطره اني اجيب لعيب لسه جديد ما لعبش في مصر. والسنه اللي فاتت اتعلمنا يمكن جبنا لعيبه ما مشيتش في الدوري المصري قوي. كان عندها ظروف وما حبتش تكمل في مصر. يعني السنه اللي فاتت غيرنا 3 محترفات فعلا. انتوا ليكوا حق محترفه واحده بس تكون معاكم في الفريق. احنا معانا اللوائح الاتحاد بتقول محترفه تسمح ليكم. تمام. غيرتوا السيزون اللي فات 3 هم اللي كانوا بيعتذروا ولا انتوا اللي كانوا مستواهم ما بيعجبش حضرتك؟ كل واحده. اول واحده ما حبتش تكمل في مصر. تاني واحده كانت جالها من الاكل والشرب جالها مشكله فحبت تمشي. تالت واحده هي اللي قعدت وكانت اسوأ واحده فيهم فاحنا اللي ما كناش عايزينها. شكرا. تمام. طيب هل نادي الجزيره هو اللي ساب اللعيبه المحترفه دي ولا حضرتك لا هو ما جددش معاها. هي بتيجي تلعب موسم كامل مع الفريق وممكن يجدد او ينهي التعاقد معاها. فهو انهى التعاقد معاها السنه اللي فاتت. فاحنا طب ما هو معنى ان هو انهى التعاقد ان ده ممكن معناه ان هي ما هياش كويسه قوي ولا لا هو التعاقد بينتهي بنهايه الموسم. هي كملت الموسم معاهم للاخر لو محتاجها. طيب هو بقى كل مدرب او كل نادي حسب الامكانيات وحسب ظروفه بيشوف. ادتك بنسبه كام يا كابتن محمد اللاعيبه المحترفه اضافت للفريق بنسبه قد ايه؟ هي ما شاء الله عليها يعني فاجأت كل الناس. ما عدا انا عارف ان هي هتعمل كده. هي كانت ماشيه يمكن في يعني ما كانتش متألقة في أول المباريات. تمام. لكن بتيجي في الوقت الحاسم بيكون لها دور. بالظبط. يعني في ماتشات الفاينلز نانا تتكلم. اتفضلي. في ماتشات الفاينلز ما شاء الله هي شالتنا يعني جامد. فعلا. حسيتوا ان لها دور معاكم وانها فارقه معاكم ووجودها فارق معاكم؟ الصراحه يعني ساعدتنا جامد قوي في الماتشات الاخيره دي.
فعلا. طب انا عايزه اعرف منك برضو نادين، او اقول لك نانا بقى زي ما كل الناس بيقولوا لك، خلينا نعرف منك برضو المشوار بتاعكم في البطوله وكمان البطولات الافريقيه اللي شاركتيها. ايه اصعب المواقف اللي مريتوا بيها، وحسيتي في لحظه من اللحظات في المباراه اللي قدام نادين ممكن المباراه تضيع منكم، خاصه اللي انتوا عملتوا ريمونتادا فيها ورجعتوا بعد 3 فترات كان النادي الاهلي هو المتقدم؟ هو الصراحة عشان ده كان تاني ماتش، احنا أول ماتش لعبناه كنا كويسين جدا، كنا فارقين من أصلا أول دقيقة في الماتش. تمام. الماتش التاني بقى نزلنا، يعني هم ابتدوا يعلوا علينا واحنا لقينا نفسنا ان احنا لا، احنا في حاجة غلط، احنا مش مفوقين النهاردة، فده خلانا نتوتر شوية ان ممكن لا في ثانية البطولة تروح، خصوصا ان ده هو الماتش المهم، مش أول ماتش ولا ماتش صغيرين ولا أي حاجة، ده هو أهم حاجة. بس الحمد لله في الاخر بقى ابتدينا نجيب نفسنا، واللي هو لا احنا هنركز قوي في الديفنس، احنا هنعمل كل حاجه عندنا، احنا بنموت نفسنا لاخر ثانيه، والحمد لله يعني ربنا وفقنا. يعني كابتن محمد بيشيد بالروح الجميله اللي موجوده في الفريق. كاحد افراد الفريق حضرتك او كلكم مع بعض، يعني قولي لي مصدر الروح دي جايه من مين؟ الكابتن اللي بتديكم انتوا كلكم عندكم الدافعيه اللي انتوا توصلوا للمستوى ده، ولا ايه المصدر بالظبط؟ لا هو الحمد لله عشان احنا كلنا يعني صحاب مع بعض وبنحب بعض، ف يعني كلنا بنشجع بعض. مفيش الانانيه، مفيش حد عايز يظهر على حساب التاني، مفيش دي منكم انتوا ولا الجهاز الفني اللي نجح ان هو يزرع ده فيكم؟ هو طبعا بيبقى من الجهاز الفني واحنا مع بعض برضو كده، يعني لما بنلاقي في دروب بيحصل لنا، في مشكله بتحصل في الفرقه، لا كلنا بنتجمع ونتكلم ونحل الموقف، عشان لو فضلنا كده لا الموضوع صح. يعني بتخلصوا اي شائبه كده بتظهر على طول، بتصفوا الامور على طول، حاجه بتحصل لازم نخلصها في ثانيتها. لو استنت خلاص المشاكل بتكبر وبتزيد فالحمد لله احنا اخبار الجوائز ايه؟ قولي لنا بس كده يلا، والكابتن معانا والناس كلها شايفه. قولي. ايوه هي متاثره. لسه ما خدتوش الجوائز؟ مش في لوائح يا كابتن ولا ايه؟ اكيد في طبعا. كده بتنفذ ولا لا تنفذ؟ لا تنفذ. ده احنا لسه بنمدح اهو في مجلس الاداره. فعلا اكيد على طول كل سنه، واكيد بتستحقوا كمان منهم، ممكن تكون في مكافآت اضافيه كمان لما بيشعروا ان الفريق بذل مجهود اكتر، غير كمان اللي ما تقر به اللوائح اكيد في الفتره دي. طيب بالنسبه للمنتخب كلميني بقى اكتر يعني عن المنتخب برضو يا نادين. هو المنتخبات دلوقتي يعني هم في تقدم، يعني احسن من السنين اللي فاتت بكتير، بس انا يعني ما بعرفش اشارك قوي عشان كنت دايما في امتحانات دراسه شويه، يعني كنت مهتمه شويه برضو بجزء الدراسه عشان ما اسيبش حاجه، يعني بحاول اعمل بالانس بين الاثنين، ولا اقصر قوي في الباسكت ولا اقصر قوي في بالظبط. فيعني خليتك في الفريق اكتر من المنتخب ده اثر شويه عليه. كابتن محمد، عند حضرتك كام لاعبه منضمه لمنتخب مصر؟ والله انا عندي عندنا مجموعه كويسه جدا. احنا يمكن كابتن المنتخب وكابتن الفريق احنا ما ذكرناش اسمها طبعا، وهي نجمه مصر وافريقيا هاجر عامر. ينفع تزعل قوي مننا كده؟ هي كانت موجوده معانا كمان النهارده، تشرفنا في اي وقت اكيد. هي طبعا ما شاء الله عليها، يعني ما فيش كلام، نجمه مصر وافريقيا يعني وهي كابتن زي ما بقول لحضرتك، كابتن منتخب وكابتن الفرقه عندنا. يعني اولي عليها مفيش كلام طبعا، يوفيها حقها ومجهودها اللي بتبذله و يعني دعمها وشيلها الفرقه فوق كتافها فعلا يعني. كمان عندنا في المنتخب ريم كانت موجوده معانا، وحضرتك عرفت برضو من ركائز منتخب مصر ريم موسى. وعندي كمان نورهان فؤاد برضو في المنتخب. عندنا اسرار طبعا. احنا جبنا الصوره دلوقتي. بالظبط اسرار برضو من نجوم منتخب مصر. دول الاربعه اللي موجودين حاليا في المنتخب. هل في دايما حوار مفتوح ما بين المسؤولين في المنتخب مع حضرتك، في كلام عليهم، متابعه للبنات على طول؟ مستواهم وصلنا لفين وايه اللي بيحصل، وهل هي جاهزه تروح منتخب ولا لا. بيبقى في ظروف زي ما نادين قالت لحضرتك كده ان بيبقى في حد، احنا خلي بالك الموسم بتاعنا طويل. فالبنات لو بيخلصوا الموسم مثلا زي ما نادين قالت بيبقى عندهم يا دوب وقت مذاكرتهم او يكملوا حياتهم، فاللي بتروح المنتخب بتبقى مضحيه بالحته دي، بتبقى خلصت الموسم وراحت المنتخب، فوقتها فول بقى باسكت بول موسم كامل، سنه كامله، فبيبقى طبعا اسامي خاصه هي اللي بتروح، هي اللي تقدر تضحي التضحيه دي يعني. ده هايل يعني. طبعا يعني عايزه برضو ارجع لنانا ونادين، وقلتي لي ان
اكيد لعبتي مرتبط قبل كده في المرحله العمريه الاقل، فانت حاسه بيهم. انتوا جداً. كسبتوا وهم خسروا، دورك ايه معاهم بعد ما بتخلصوا المباراه؟ ممكن تكسبوا انتوا وتفرحوا، بس انا يعني شخصياتكم دي لا، شخصياتكم دي اكيد انتوا ممكن تنسوا فرحتكم وتنزلوا لهم وتقعدوا معاهم اكيد وتتكلموا معاهم عشان تدوهم الثقه وتخليهم يفرحوا كمان معاكم. بالظبط. لا يعني هم اصلا كمان بيكونوا اتبسطوا قوي بزياده، واصلا هم بعد الماتش حتى قعدوا يعيطوا من الفرحه ان هم كانوا حاسين ان هم مقصرين، ان هم خسروا، كانوا قلقانين عليكم، واحنا يعني اللي هو يعني هيأثروا علينا، بس لا احنا بعد ماتشهم حتى قعدنا نقول لهم ولا تقلقوا، ما تخافوش، احنا في ظهركم، ما تقلقوش، ان شاء الله احنا هنكسب وهتبقى الفرحه فرحتين. هم كانوا حاطين ايديهم على قلبهم اكيد في ماتشكم، لا يكونوا هم السبب، بس انتوا قدرتوا ان انتوا تعوضوا كل ده وتهديهم الكاس. يعني احنا اتبسطنا لهم قوي كمان ان الحمد لله احنا كسبنا وفرحناهم. حاجه زي كده. انا نادين سالتك من شويه عن المكافآت والاحتفاليه، بس على فكره طلعنا احنا اللي معطلينكم. كل الشكر بقى للدكتور احمد حسن طبعا، لانه كان المفروض النهارده في تكريم ليكم، في احتفاليه ليكم النهارده، ولكن احنا خدناكم من الاحتفاليه دي، فاحنا اللي بنعتذر لك وبنشكره طبعا دكتور احمد ان هو يعني سمح لي ان احنا يكون معانا النهارده النجوم الجميله دي، ويكرمكم بقى يوم تاني اكيد ان شاء الله، فما تزعلوش مننا. لا طبعا ونكون معاكم كمان في التكريم اكيد ان شاء الله. اكيد. نرجع تاني لكابتن محمد، وزي ما قلت لحضرتك دايما المنتخبات بتستمد من الفرق الكبرى، فانتوا اكيد خلاص خلصتوا البطوله دي، لكن ما بتنتهيش البطولات في الفترات القادمه سواء كان للمنتخب او للانديه. ايه الابرز عندكم في الفتره القادمه؟ احنا طبعا اهم حدث دلوقتي بالنسبه لنا، انا قلت لحضرتك احنا اخر بطوله افريقيا اتعملت، احنا ابطال افريقيا، احنا اللي خدنا البطوله لاول مره في تاريخ مصر، فرقه سيدات تحصل على بطوله افريقيا. هي فرقه سبورتنج، الفرقه اللي حضرتك اللي معانا البنات الحلوه دي فيها النهارده. فطبعا هدف بالنسبه لنا طبعا وحلم ان احنا نحافظ على البطوله دي. فهي البطوله دلوقتي المفروض هي اول يعني حاجه لينا او اول هدف لينا ان شاء الله جاي، هي البطوله. هتكون امتى؟ هي المفروض خلال شهر، هي هتتعمل في مصر هنا، وممكن يبقى هو يعني قريب جدا. سمعنا النادي الاهلي اعتذر عن تنظيمها، هو النادي الاهلي كان هينظمها، لكن يعني لسه مش عارفين تفاصيل مين اللي هينظم. بذكر النادي الاهلي، عايزين نبارك للاهلي برضو، امبارح كان في كاس السوبر وفاز على الجزيره. مليون مبروك للنادي الاهلي، هارد لك طبعا للجزيره، لكن ده برضو لازم كنا اللي احنا نبرز هذا الحدث ونبارك للنادي الاهلي. تقولي النهارده عن فوز الاهلي نادين؟ يستحقوها بصراحه، يعني بعد ما خسروا منكم، يعني هم قدروا ان هم ربنا يكرمهم كمان في البطوله. هي دي الرياضه، في روح رياضيه طبعا، هم يستحقوها بصراحه، يعني هم فرقه كويسه جدا ان شاء الله. كابتن محمد تقولي عن فوز النادي الاهلي بالسوبر؟ والله هم طبعا بطل، على فكره كاس السوبر بيبقى تكمله للسنه اللي فاتت، فهم السنه اللي فاتت بطل من غير يعني بطل من غير منافس كمان، فهم يستحقوا طبعا السنه دي ان هم يلعبوا على كاس السوبر ويفوزوا بيه. طبعا هم فرقه محترمه وجهاز فني محترم، النادي الاهلي مش محتاج حد يتكلم عليه، ما شاء الله عليهم. مبروك ليهم مره ثانيه وهارد لك للجزيره. نادين او نانا، على فكره كابتن محمد قال كل اسراركم النهارده، خلي بالك بقى انتوا ايه، هيبقى في كلام كده بقى بعد الحلقه ماليش علاقه بيكم، خلي بالك. وقال لي ان انت بالصوت الحلو قوي بتغني كمان، يعني مش موهبه بس، شفتي، وقال بس مش موهبه رياضيه او مش متفوقه دراسيا، دي كمان ما شاء الله عليها بتغني، فمش هينفع اختم بقى كده. واكيد انت عامله لهم جو كمان في التدريبات، خلي بالك ده اكيد فعلا في المعسكرات اكيد صح، يعني ده بيفرق معاكم كتير. فمش هختم بقى غير لما تدينا حاجه صغيره، عارف كمان بتغني انجلش مش كده؟ طيب اي حاجه صغيره كده بقى نختم بيها قبل ما يعني نسيبك، اللي تختاريه هنوافق باي حاجه. انا توترت. لا 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 انت نجمه كبيره. ماشي، ممكن اغني حته كده، يلا حاجه صغننه كده. This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then hear my heart burst again. Let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall and face it all together at skyfall.
الله دي اللي جت في جميله. دماغي دلوقتي يعني. برافو يا نادين، برافو بجد. الناجح بيكون ناجح في كله فعلا، ده يعني بتثبتوا لنا كل يوم كده. الانسان بيكون نجاحاته ما بتنفصلش كلها عن بعضها، دايما متفوقه ومتالقه وجميله، وهشوفك ان شاء الله كمان في نجاحات اكتر باذن الله. ان شاء الله. كابتن محمد محروس المدير الفني لفريق سبورتنج لكره السله سيدات، شرفتنا نورتنا. ربنا يخليكي، انا بشكركم جدا طبعا على الاستضافه الجميله دي لقاء مميز بوجود حضرتك والله، ونادين وريم، وكان نفسنا كل الفرقه تبقى معانا. والله كان ربنا يخليك. ان شاء الله المره الجايه كمان يكونوا معانا. شكرا ليكي يا نادين، شرفتينا ونورتينا حبيبتي. شكرا. بشكر مرة تانية طبعا نجومنا الكرام اللي شرفونا من اسكندرية، وكل السادة المسؤولين اللي سمحوا لنا النهارده يكونوا هم موجودين معانا، ودايما بإذن الله في تفوق ونجاح. ده كان لقائنا الحواري الأول مشاهدينا الكرام، لكن لسه صباح الرياضة مستمر مع حضراتكم، ما تروحوش في أي مكان. بعد الفاصل كرة القدم معشوقة الجماهير، هيشرفنا هينورنا كابتن عادل عبد الواحد نجم مصر والزمالك السابق.